السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. أبتدئ الإملاء باسم الذات العالية مستدرا فيض البركات على ما أناله وأولاه، وأثني بحمد موارده سائغة هنية ممتطئا من الشكر الجميل مطايا، وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتخن في الغرن الكريمة والجبال، وأستمنح الله تعالى رضوانا يخص العطرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه، وأستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجنية، وحفظا من الغواية في خطة الخطأ وخطاه، وأنشر من قصة المولد النبوي بودا حسانا عبقريا ناظما من النسب الشريف عقدا تحل المسامع بحلاه، وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. أطير اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. سرى نور النبوة في أسارير غررهم البهية، وبدر بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله. وبعد فأقول وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد حمد خصاله السنية ابن هاشم، واسمه عمرو بن عبد مناف، واسمه المغيرة الذي ينتمر الارتقاء لعلياه. ابن قصي واسمه مجمع
سمي بقصي لتقاصيه في بلاد قضاعة القصية، إلى أن عاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحماه حماه. ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فير واسمه قريش، وإليه تنسب البطون القرشية، وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضاه. ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس، وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية، وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولباه. ابن مضر بن نسار بن معد بن عدنان، وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة السنية، ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأباه. وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية، إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومنتماه، فعظم به من عقل تألقت كواكب الدرية، وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطه المنتقى، سرة سران النبوة في أسانير ورريم البهية، وبدر بدره في جبين جده عبد المطلب وابن عبد الله. حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية، وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا